ازاي موضة الشرق كان لها تأثير على الغرب وتطورهم بشكل كبير في التصميمات. في عالم الأزياء بيعتبر الشرق مصدر إلهام كبير للموضة الغربية بسبب استخدامهم للألوان الزاهية والأقمشة الفخمة زي الحرير والكتان اللي بتضيف لمسة شرقية في تصميماتهم. الشرق اتميز بالقصات والتفاصيل الكتير في اللبس بسبب إبداعهم في التطريز اليدوي والزخرفة واستخدامهم الخرز والأحجار الكريمة واللي بتخلي كل قطعة فيها لمسة شرقية سواء كان فساتين أو سكارفات أو شوزات. واللبس الشرقي بقى أحسن اختيار للغرب في الحفلات والمناسبات الكبيرة، وبدأوا يستخدموا الأقمشة القيمة زي الكتان والحرير والشيفون، وبدأوا يستخدموا الألوان الزاهية زي الأحمر والزهري اللي بيعكس تراث الشرق وبيضيف لمسة جمالية لللبس بتاعهم. واعتمدوا في تصميماتهم على الطبعات الجغرافية اللي خدوها من الفنون الشرقية سواء كان شكل هندسي أو نباتي، وبدأوا يستخدموها على الفساتين والجيب والقمصان والقفطان، وبدأوا يستخدموا الإكسسوارات الشرقية زي الحلقان الكبيرة والأساور المزخرفة. وبكده شرحنا جزء بسيط عن تأثير الشرق على موضة الغرب.